سلام خوتي خواتاتي، لاباس عليكم بخير؟ الحمد لله. المهم اخوتي، من بعد هذيك الهجمة وهذاك السبان والمعيور اللي دارو الفلسطيني اللي عايش في المغرب وفي خير المغرب، وهذاك السبان والمعيور اللي دارتو بنتو الفلسطينية واللي سبات المغاربة وقالت على المعيشة في فلسطين أحسن من المعيشة في المغرب. من بعد هادشي كامل خرج الفلسطيني للمرة الثانية ودار فيديو تيسب فيه وتيسيء فيه للمغاربة. كيفاش خرج وقال على هادوك الناس وقال عليكم نتوما بأنكم صناع الفتنة، يعني ولينا احنا في بلادنا وفي مغربنا نسمعوا المعيور ونسمعوا السبان ونسكتوا، ولا هدرنا ولا تكلمنا تنتسماو فوضويين وتنتسماو خونة وتنتسماو صناع فتنة. وقال في الفيديو ديالو هذا الفلسطيني، قال بأنه اليهود والإسرائيليين هم سبب في هاد الضجة اللي نايضة على العائلة ديالو الفلسطينية، ورفض يعتذر، مقدم له اعتذار، ما اعتذرش من المغاربة وما اعتذرش من الملك ديالنا محمد السادس اللي دائما تيعاون الفلسطينيين وتيعاون بيت مال القدس بالأموال الطائلة وبالتبرعات وبالأموال الباهظة وبالمساعدات المالية والمادية واللوجستيكية. هادشي كامل وما استخسرش على راسو هاد الفلسطيني كلمة ولو اعتذار، يعتذر من الإساءة اللي دار هو واللي دارت بنته تجاه ملك المغرب وتجاه الشعب المغربي المضياف والعاطف والكريم. المهم من هادشي كامل نقصوا لهم المشاهدين تقريبا شي 10,000 مشترك خرج لهم من القناة ديال العائلة
الفلسطينية. نفس الشيء اللي وقع للعائلة الفلسطينية وقع لشيفوس المصري. شيفوس المصري اللي حتى هو بدوره مزوج بمغربية وعايش في المغرب، من خيرات المغرب ومن ثروات، تستافد من ثروات المغرب ومن الامتيازات اللي عاطينهم ليه في المغرب. خرج قبل من هادشي كان دار واحد التدوينة، لاح واحد التصاور ديال الاعتداء ديال الإسرائيليين على الفلسطينيين في المسجد الأقصى. هو دار هذيك التصويرة ديال المسجد ديال القدس وديال الفلسطينيين وديال الجنود الإسرائيليين، ولكن هو دار هاد التصويرة هادي في الفترة وفي هاد الضجة اللي وفي القرار جات موازية مع القرار اللي اتخذه وزير الخارجية المغربي السي ناصر بوريطة تجاه الأجانب اللي مزوجين بالمغربيات، اللي هو فرض التأشيرة أو فرض الفيزا عليهم. وهو هاد السيد هذا شيفوس دار هذيك هذاك البوست ولا هذيك التدوينة، يعني بمعنى آخر تيحشي الهضرة للسي ناصر بوريطة وتيحشي الهضرة بطريقة غير مباشرة للمغاربة. ومن بعد من هادشي كامل، فاش لقى راسو جاه هجوم كبير من المغاربة والمغاربة انسحبوا من القناة ديالو، تقريبا شي 3000 واحد، 3000 مشترك انسحب من القناة ديالو. هو يمسح هذيك التدوينة على فلسطين، وخرج البارح دار لايف اللي عنوانه شنقول لكم جاي يكحلها ويعميها. يعني شنو في هذا اللايف دار؟ تيهضر على العائلة الفلسطينية وتيهضر على الموقف ديالو من العائلة الفلسطينية. هاد شيفوس وشنو قال؟ حمل المسؤولية للأب وحيد التهمة على البنت الفلسطينية. قال لك هذيك فلسطينية باقا صغيرة ما نلوموهاش. يعني حيد، يعني هو بحال اللي تيدافع على العائلة الفلسطينية. هذه الأولى. ثاني حاجة، جا هجوم من عند انتقاد من عند واحد الأخت اسمها فاطمة، وهو بقى تيتعاطى معاها في الهضرة لدرجة قال لها تهددها، قال لها غنبلوكيك بمجرد عطات غير الرأي ديالها. هاد الأخت فاطمة مغربية، دخلت عنده لللايف هضرات معاه بخصوص العائلة الفلسطينية. هو ما عجبوش الحال، قال لها الا بقيتي تزيدي في لي كومونتير وتزيدي في التعاليق غندير لك حظر وغنبلوكيك. وهادشي كله علاش؟ حيت شيفوس حس بالخطر تيقرب ليه وتيقرب لجميع الأجانب المشارقة اللي عايشين في المغرب
على ظهر المغرب وظهر خير المغرب. هادشي علاش خرجوا دار هاد اللايف. المهم اخوتي، شنقول لكم، الواحد تيقول لك ما دير خير ما يطرى باس، ما دير خير ما يطرى باس، حيت ما بقى في من دير الخير وما بقاتش الثقه. هادشي اللي كاين اخوتي واخواتاتي. تبارك الله عليكم، ورمضان مبارك كريم علينا وعليكم، وجمعة مباركة على الجميع، ورمضان مبارك. وملكنا محمد السادس خط أحمر، وشعارنا هو الله الوطن الملك، والصحراء المغربية، وتندوف وبشار، كلشي ديال الله، كلشي مغربي، صحراء شرقية وغربية مغربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.